حادث مأساوي بكل المقاييس، قد يكون هو من أكبر حوادث الطرق هذا العام. منظر عربيات الإسعاف ورا بعضها مهيب. زفاف عرايس الجنة، 19 بنت وعروسة. رويدة نزلت تشتغل في جمع العنب علشان تجهز نفسها وتشتري كل اللي نفسها فيه. لبست الكفن بدل الفستان الأبيض. جنازة مهيبة ل 19 بنت ضحايا حادث دائري المنوفية، امتزجت فيها مشاعر الغضب بالحزن والهلع. 19 بنت فقدوا حياتهم علشان 130 جنيه يومية. كلهم راحوا في لحظة. السواق نام على طريق الموت فدهس الميكروباص وسواه بالأرض. 19 نعش جاهزين لاستقبال جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية. مشهد صعب ويوجع القلب. 19 نعش واقفين مستنيين وصول جثامين الضحايا اللي ماتوا في حادث مروع على الطريق الإقليمي النهاردة. الحادث حصل في محافظة المنوفية، وتحديدا في قرية السنابسة التابعة لمركز منوف. الحزن مالي القرية من أولها لآخرها، والناس في حالة ذهول، مش مصدقة إن 19 من أهلهم راحوا في ثانية. كلهم عمال باليومية، كانوا راكبين ميكروباص ورايحين شغلهم في مزرعة بمدينة السادات. لكن للأسف العربية خبطت في عربية نقل كانت ماشية عكس، والنتيجة كانت مأساوية: وفاة 18 بنت في سن الزهور والسائق. فاد مراسلنا بوقوع حادث تصادم ما بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص. فتيات عمرهم من 14 ل 20 سنة بس. المدير العام لأمن المنوفية استقبل بلاغ بيفيد بوقوع حادثة تصادم وفيها عدد كبير من الوفيات والمصابين. فوراً تحركت قوات الأمن، ولما وصلوا مكان الحادثة لقوا الكارثة: 18 بنت ماتوا فوراً ومعاهم رجل بسيط عامل زيهم، و3 مصابين واتنقلوا مستشفى أشمون. تم اختار النيابة العامة اللي بدأت التحقيق فوراً، ومباحث مركز أشمون قدرت بسرعة تمسك سواق العربية النقل اللي تسبب في الحادثة وتحول للنيابة عشان يتفتح تحقيق رسمي. في نفس الوقت كان المشهد في كفر السنابسة مؤلم جدا. آلاف من الأهالي متجمعين قدام المقابر مستنيين الجثامين توصل علشان يودعوهم لمثواهم الأخير. البنات كلهم من أهل القرية بيشتغلوا شغل بسيط، عمال على باب الله. القرية كلها دخلت في حداد، حتى القرى اللي حوالين كفر السنابسة متأثرة جدا، لأن اللي راحوا مش بس جيران، دول كانوا أهل وحبايب وبنات البلد. العربية الميكروباص كانت ماشية بعمال اليومية وفجأة خبطتها عربية نقل كبيرة. الحادثة كانت على الطريق الإقليمي اللي معروف إن فيه مشاكل وحوادثه كتير، مسميينه أصلا طريق الموت، يوميا عليه حوادث. اتقال إن السواق نام ففلتت منه عجلة القيادة. الميكروباص اتدمر وكل اللي فيه ماتوا تقريبا، فاضل بس 3 مصابين شكلهم هيحصلوهم برضو. وفي الآخر يقولك 200,000 جنيه تعويض لكل نفس. معقول احنا بنستهون بروح البني آدم بالشكل ده؟ لازم وزير النقل يتحاسب، لازم المسؤولين يتحاسبوا على كل التهاون ده، واللي تسبب في إزهاق روح لازم يتحاسب. قلوب الأمهات المكسورة والأبهات الموجوعة ومقهورة على ولادها لازم حقهم يرجع. دي مش أول حادثة ولا آخر حادثة نزيف دم على الأسفلت في مصر. حوادثنا على الطريق بتجيب من الآخر موت على طول. برغم من الكباري والطرق اللي بنعملها بيبقى فيه إهمال. الناس واقفة بالساعات، الكل حزين ومصدوم. 19 نعش صف واحد في انتظار آخر لحظة، لحظة الدفن. مشهد يكسر القلب ويدمع العيون. الدعوات شغالة من المشايخ قدام المقابر، بيقرأوا قرآن ويدعوا للضحايا بالرحمة ويدعوا لأهاليهم بالصبر. اللي حصل ده مش حادث عادي، ده مصيبة وقعت على قرية كاملة. الناس صحيت الصبح على كارثة ومشيت آخر النهار وهي شايلة ولادها وجيرانها على كتافهم. بنات بسيطة صغيرة في السن بيشتغلوا باليومية وبيروحوا يلموا عنب من مزرعة جنبهم، بياخدوا يومية 130 جنيه. راحوا في ثانية. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يرحمهم جميعا ويصبر قلوب أهلهم ويكفينا ويكفيكم شر الفواجع.